السلام عليكم. اليوم الحلقة الثالثة من سلسلة الإسعافات الأولية، وحلقتنا اليوم راح نتحدث فيها عن الفراكشر الكسور. احنا لازم نعرف شغلة إن الكسور كسور متنوعة وكثيرة. احنا راح ناخذ أهم نوعين اللي هو الكسر المفتوح والكسر المغلق. الكسر المفتوح اللي هو صار كسر والعظم خرج عن مكانه أو خرج خارج الجسم، والكسر المغلق اللي هو الجلد ظل محافظ على هيئته فصار الكسر وين؟ داخل الجلد. هاي نقطة. النقطة الثانية شلون نعرف هذا كسر؟ من طريقة أو حالة الإصابة أو الطريقة اللي انصاب بها، يعني شخص يركض وقع أو سقط أو حادث سيارة أو كذا، هذا راح نعرف إنه هذا احتمال صار عنده كسر. شو راح نتأكد إنه هو عنده كسر؟ من الأعراض اللي راح نشوفها. راح نشوف عنده ألم شديد خصوصا عند الحركة، تورم بالمكان اللي وقع عليها وانضرب عليها أو أي شغلة صارت. هذه كأعراض أولية. نشوف احمرار احتمال هم راح نشوفه. هاي كأعراض. زين. الكسر المغلق أو الكسر المفتوح مباشرة راح تعرف كسر مفتوح